السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتفكر إن الدين ده ضد العلم، وإن العلماء بيتقدموا، وإن الدين ده بيرجعنا ورا. فهل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ وبالمناسبة ده الفيديو الثامن من سلسلة الحق المبين، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا. ويلا بينا نجاوب على السؤال ده. بص يا حبيب أخوك، أكتر فهم غلط ممكن تفهمه في حياتك هو اللي أنا لسه قايله لك ده، إن الدين ده بيرجعنا ورا. سبحان الله، الدين اللي أول كلمة نزلت منه هو اقرأ. الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيوة والله، أول كلمة ربنا أنزلها في القرآن الكريم هي اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أيوة والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت كمسلم ما ينفعش ما تعرفش أحكام الصلاة، أنت كمسلم ما ينفعش ما تعرفش أحكام الطهارة، ما ينفعش الكلام دوت. لا، ده فرض عليك اللي انت لازم تتعلمه عشان تعمل. انت كمسلم كمتزوج لازم تعرف احكام الزواج، انت كمسلم بالتاجر لازم تعرف احكام البيوع. كمان لو بصينا في التاريخ بقى زي ما انت بتقول كده، هنلاقي ان اكتر العلماء، بل اول العلماء اللي اسسوا علم الفلك وعلم الطب وعلم الرياضيات وكل العلوم دي اصلا علماء مسلمين. دول اللي حطوا اساس العلم ده اصلا، زي ابن سينا والبيروني والخوارزمي وهكذا، وعلماء كثرة. والله اللي انا عايز اقوله لك ان العلم دوت لما بيرتبط بالايمان بالله عز وجل، ده بيأسس حضارة إسلامية لا مثيل لها. روح اقرأ عن الدولة العباسية، اقرأ كده في التاريخ وانت تعرف ساعتها يعني ايه دولة اتأسست على الإيمان بالله عز وجل. المشكلة يا اخويا مش في الدين، تعرف المشكلة في ايه؟ المشكلة في الناس اللي بتسيب الدين وتدعي اللي هي بتتكلم بالعلم، لكن هي في الأساس بتهجم على الدين أصلا، أو عايزة تطمس الدين دوت. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما تلاقيهم كده بيتكلموا بمدعي العلم، بيتكلموا عن الدين بطريقة خبيثة كده، اعرف ان ده منافق. ده يا اخويا، الاسلام عمره ما كان ضد العلم، العكس. الاسلام دوت بيقول لك ان انت تبحث وتتفكر وتدرس، لكن خليك دايما عارف في دماغك كده ان العلم الدنيوي دوت او العلم اللي انت شايفه دوت بيشرح الكيف، يعني هو ازاي الاشياء بتحصل. اما الدين فيقول لك هو ليه الكون اصلا موجود. العلم بيجاوب على الكيف، اما الدين بيجاوب على اصلا هو ليه موجود. وصلت كده؟ اكيد وصلت ان شاء الله. السؤال دوت لو جالك بعد كده يا اخويا، افتكر ان الدين والعلم مش اعداء ابدا، دول اكتر ناس قريبين من بعض. الدين ده هو اللي بيحررك من الجهل، بيخليك تسعى وتدرس وتعرف. باذن الله في السلسله ديت بنجاوب على اسئله بتدور في دماغ الشباب والبنات، فنسال الله عز وجل ان يوفقنا. وبس كده، سلام يا صديقي.